ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده يا رب. ان شاء الله النهارده هنعمل كفتة فراخ بطعم وريحة الحاتي بالظبط، ما تفرقش عنه حاجة. تتبيلة جميلة وان شاء الله هتعجبكم. هنا انا حاطه في الكبه فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء، بصلتين صغيرين هنضربهم كويس جدا جدا في الكبه. الخليط ده هنضيف عليه معلقه ملح عشان ينزل ميته، عشان انا محتاجه الميه بتاعته. هنصفيه بقى كويس جدا جدا جدا. تمام. طلع معايا الكمية دي، هنحط عليها بقى نتبلها بقى، عشان ده هيبقى خليط التلميع بتاع الكفتة. ملح وفلفل وشوية زيت كده بس صغيرين، تقليبة بقى ونسيبهم على جنب. تمام. هنا دي فراخ انا فرماها وحطيت عليها خليط البصل والفلفل. البهارات عبارة عن ملح وفلفل والسبع بهارات، بهارات فراخ وبابريكا وقرفة وكزبرة. تقليبة نعجنهم بقى كده مع بعض كويس جدا جدا جدا. انا ما حطيتش بقسماط، كفتة الحياتي مش بتحط لها بقسماط. هنا بقى احط ايدي في خليط التلميع ده واصبعها كده بالشكل ده بالظبط، واعمل كده يعني اكنها كفتة الحياتي كده بالظبط. اعملها كده بايدي كده او نصبعها كده بايديا كده، تدي كده شكل كفتة الحياتي. تمام. هنا دي الكمية كلها. نحط بقى من خليط التلميع ده ونحطها في التلاجة، يعني مدة ما تقلش عن نص ساعة او ساعة، وده مهم جدا. حلو جدا بجد. خليط التلميع ده بيخلي ريحتها حلوة وجميلة، هو ده السر ان هي تديكي طعم كفتة الحاتي كده. دي بقى الشواية، مش عندك شواية مفيش مشكلة خالص، حطي في طاسة على النار عادي جدا. نحط بقى من سائل التلميع ده عليها. سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي تعقدات خالص. نقلبها ونحط برضو من سائل التلميع. نقفل بقى عليها 10 دقايق بالظبط وهتبقى جاهزة. اهو نقفل عليها 10 دقايق بالظبط او اقل من 10 دقايق كمان، وهتلاقيها اتحمرت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شايفين شكلها جميل، ما فكتش، ما حصلهاش اي حاجة خالص. وخلي بالكم ما حطيناش كمان بقسماط. شايفين جميلة ازاي؟ اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. مع السلامة.